الزمالك يفوز على بتروجيت يا جماعة النهاردة 3-1 في ماتش يعني أغلبيته ناس بدلاء. بس النهاردة فاجئوني بصراحة، كان أدائهم كويس ومتماسك عن الناس الأساسية أصلا. فالأداء فاجئني بصراحة والصراحة الجونين كانوا حلوين قوي، جون إيشو وجون شيكابالا. بصراحة شيكابالا لما نزل أنا قلت هيبقى طبعا بقاله كتير منزلش وبقاله كتير ملعبش، بس جاب جون عالمي بصراحة. طبعا شيكابالا بيخرس كل الألسنة، اللي هو كل شوية يقولك اعتزل ما تعتزلش، خليكوا في حالكم يا جماعة. الفكرة ان معظمهم أهلاوية أصلا، فأنا بقول لكل واحد يخليه في حاله. أنا ما باجيش عندك وأقول لك خلي مثلا الشناوي بتاعكم يعتزل، زي ما انتوا بالظبط ما تجوش عندنا تقولوا لنا خلي شيكابالا يعتزل. احنا حرين، احنا عجبنا شيكابالا كده تمام. جون ايشو كان حلو قوي، جون شيكابالا كان حلو قوي. النهارده حسام تألق في كذا كوره، انقذها بصراحه. بصراحه هو الماتش كان حلو، احسن ما فيه الهدفين. بس عجبني ان الفرقه متماسكه في ظل الغيابات الكتير اللي موجوده. يعني انا قلت ان احنا النهارده ممكن مثلا كده كده الماتش مش فارق لنا قوي، لانه مش هيقدم ولا يأخر كتير في ترتيبنا. بس يعني لا، هما فاجئوني. فيا رب تكون دي بدايه عشان نستعيد مستوانا كفرقه، عشان نكسب كاس مصر. بصراحه انا كل اللي هممني في كل ده ان احنا نكسب كاس مصر قصاد بيراميدز. انا عارفه ان هو ماتش صعب، بس ان شاء الله هنكسب.